علينا. لو الصوت واصل تمام اوكي خلاص، لو في مشكلة يبلغونا بس. 50 دولة، 50 دولة إسلامية تجتمع في الرياض، وملوك ورؤساء وأمراء ومشايخ. شكرا يا أستاذ رياض، شكرا يا أستاذ رياض. تجتمع في الرياض ليه؟ وبعدين حضرتك ها؟ وبعدين يا محمد بن سلمان، وبعدين 50 دولة في الرياض. ايه بقى اللي تم؟ ايه اللي تم؟ ولا حاجة، ولا حاجة. ولو اجتمعتوا 100 دولة. مساء النور يا استاذة منى، مساء الفل على حضرتك، نورتيني والله. ولو اجتمعتوا 100 دولة ايه اللي هيتم؟ ولا حاجة. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ عشان احنا أذلاء، احنا ضعفة، احنا ضعفة بأنفسنا، لكن ربنا ما خلقناش كده. انما احنا اللي حاسين وعارفين ان في دولة في العالم هي بإيديها الموت والحياة، وبإيديها الخير والشر، فبنفرش لها السجاجيد الحمراء. ليه؟ ليه؟ فين كبريائكم؟ فين عظمة العربية؟ فين؟ يدخل علينا أي حد في البث يقول لك مش عارف إيه ده، بيتكلم على إيه، والعرب إيه، والسعودية إيه، والإمارات إيه، وبتاع إيه. يعني حتى إذا بليتم فاستتروا. ده احنا في مرار، ده احنا في مرار، والله هتتضربوا بالجزمة لو فضلتم كده، لو فضلتم أذلاء، والله هتنساقوا مثل البعير. عايزين ايه؟ والله ده للكون ده رب واحد بس، والله والله مفيش غيره. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ايه؟ هتموتوا من الجوع؟ هتتشردوا لو وقفتوا مع الحق؟ لو قلتوا كلمة حق؟ خايفين من ايه؟ إن لم يكن من الموت بدا فعار عليك أن تموت جبان. هو بنموت مرة واحدة بس، ومحدش هيعيش. خمسين دولة في الرياض، وتكاليف رايح جاي واللي وتعبتوا نفسكم، يعني تعبتوا نفسكم. وبعدين ولا حاجة. تمخض الجبل فولد فأرا ميتا. تمخض الجبل فولد فأرا ميتا. للأسف، للأسف لو في 2 3 4 ولا 5 من ال50 دول على كلمة رجل واحد، على كلمة رجل واحد، كانت الدنيا اتغيرت.
كانت الدنيا اتغيرت. مش 50. وبعدين على فكرة بمناسبة السعودية وفي الرياض يعني المؤتمر الإسلامي، كان هناك اجتماع. اسمعوا بقى كويس، احنا ما بنقولش اللي يرضي حد، احنا بنقول اللي يرضي ضميرنا، وهنفضل كده. وانتوا عارفيني انا البوصلة بتاعتي ما بغيرهاش. ف فكان هناك اجتماع في الرياض، في طهران. كان هناك اجتماع في العاصمة الإيرانية طهران. تخيلوا بقى ما بين مين الأيام اللي فاتت؟ ما بين المملكة العربية السعودية وما بين إيران. قادة عسكريين من المملكة العربية السعودية وقادة عسكريين من إيران التقوا في اجتماع في العاصمة طهران. كان في القادة العسكريين السعوديين رتبة كبيرة، وهو رئيس أركان الجيش السعودي. رئيس أركان الجيش السعودي الذي يحارب التمدد الإيراني في اليمن. رئيس الأركان الجيش السعودي ده بيحارب التمدد الإيراني في اليمن، ويعادي حماس لأنها ذراع إيران، ويشيطن حزب الله، خلاص، لأنهم أصدقاء إيران. كل ده حضرتك شايله على صدرك لوحدك، وفي الآخر اجتماع في طهران ما بين قادة كبار في الجيش السعودي، قادة كبار في الجيش الإيراني، واجتماع في طهران. طبعا قلنا كان قائد الجماعة العسكريين السعوديين في هذا الاجتماع، يعني رئيس أركان الجيش السعودي. ليه بقى؟ عشان إيه؟ ومين مع مين؟ أنا احتراما الشعب السعودي اللي أنا بحبه وبحترمه وبقدره، ومفيش بيني وبينه أي عداوة. أنا مش هتكلم في الموضوع ده، وأقفله على كده. أنا قلت المقدمة بتاعته وأقفله على كده عشان ما حدش بس يزعل. اتصالات ترامب ونتنياهو كان محورها التهديد الإيراني. ده كان محور اتصالات اللي كانت ما بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب وما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. طبعا كلام بيترمي، بس احنا عارفين ان هذا كلام غير صحيح، كلام فيك، كلام كذب. ان جريدة معاريف الإسرائيلية الكبرى قالت ان ترامب لن يمنح إسرائيل شيكا على بياض. طب ما يمنحها ايه حضرتك؟ تذكرة سيما؟ تذكرة مسرح؟
هيمنحها ايه سيادتك؟ هيمنحها ايه؟ واتمار بن غفير وسوموتريتش كل دول مستنيين الشهر يخلص وتنصيب ترامب.